السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على سهم دلتا للطباعة والتغليف DTBB، ده الرمز بتاعه. طبعا زي ما احنا شايفين السهم دلوقتي عند 98 قرش. طبعا هو كان صاعد صعود قوي جدا في جلسة يوم 2 فبراير، طالع 16%. طبعا هو نازل يعيد الاختبار، يعني منتصف البارة هو كسرها بحاجة بسيطة، خاصة ان الخط ده انا ما كنتش عايزه يكسره. هو كسره بحاجة بسيطة، بس ممكن يعني نقول هيبقى فيه ردة ان شاء الله بكرة بتاريخ 11 فبراير 2026. ان شاء الله نشوف ردة وان هو يصعد فوق 100. عموما في بلوك هنا اللي هو من 88 جنيه لغاية 92 جنيه. ده بلوك قوي جدا جدا جدا. ده بلوك طبعا بيعتبر دعم قوي. لو السهم نزله طبعا هيرتد منه بقوة زي ما حصل، وانا ما اعتقدش ان هو هينزل له تاني، لان هو هنا حتى لو جينا ولاحظنا ان في خط اتجاه صاعد. هو كل ما يلمسه يصعد، كل ما يلمسه يصعد. طبعا جه عند النقطة اللي احنا بنتكلم عليها ديت ولمسه، والبارة التانية ضرب فيها 16%. واحنا شايفين تحت طبعا الفوليوم عالي ازاي في الجلسة بتاعة تاريخ 2 فبراير. فإن شاء الله جلسة الغد بتاريخ 11 فبراير 2026 منتظرين إن السهم يطلع فوق الخط دوت، يعني مثلا يوصل لل100 أو يتداول فوق 100. دي طبعا هكون شيء إيجابي وشيء معزز للسهم، خاصة كمان إن احنا منتظرين إن السهم يعني حتى لو السوق نزل فهو يعكس اتجاهه عكس السوق، لان الفترة اللي فاتت دي كلها كان السوق صاعد وهو هابط. فان شاء الله لو السوق هبط بكرة ان شاء الله هو يكون مخالف للسوق ويتم الصعود ويكسر القمة بتاعة 110، يكسرها بفوليوم كبير لفوق ان شاء الله. تداول فوق 110 هيحقق المستهدفات الصعودية اللي فوق. هنكون اولنا 120، وبعد كده 130 ان شاء الله الى 150. طبعا بعد 150 هو في مستهدف ليه هيكون لغاية 170. يعني احنا لو قلنا اعتمدنا وخدناه من 100 لغاية 170، يعني احنا بنتكلم في 71% ارباح. خلي بالك هنا ان انت ايقاف خسائرك قريب جدا، يعتبر تحت رجلك، اللي هو من 80 ل 90. ريباوند بتاعه طبعا يعني في حدود بتتكلم مثلا في من 9 ل 11.5%، في مقابل ان الريباوند بتاعه ممكن يوصل معاك لل71، او انت لو اكتفيت مثلا بال150. فاحنا بنتكلم مثلا في حدود، هنيجي نشوفها هنا اهو، انت بتتكلم في حدود 51%. فيعني ده يعتبر عائد كويس جدا. طبعا احنا هنشوف كمان رامبل لما بيتكلم على السهم. طبعا ملخص التوصيات الخاصة بطارق. ثانية واحدة عشان الاكونت بيحمل. هو طبعا هنا كان قايل اهو، هو ده السهم. طبعا هو يعني هو كان التوصية نازلة بتاريخ 28 ديسمبر. طبعا هو الأداء بالماينس 21، لكن رغم دوت هو ما قفلش الصفقة ومستمرة، رغم ان هي بالسالب 21.5. وخلوا بالكم يا جماعة السهم ده وصل كمان لغاية 91. كان بالسالب حوالي 28. يعني ده كده ردة يعني، ردة كبيرة كمان يعني.
طب هو ليه ما اتقفلش لغاية دلوقتي؟ لان السهم فعلا مضغوط عليه، لكن هو شكله الفني كويس جدا. يعني هو شكله الفني كويس، فمحدش يا جماعة يبيعه بعد اذنكم. فعلا في ردة كبيرة هو وسهم الكابلات. بس طبعا احنا مش عايزين نتكلم في حاجة دلوقتي هي مش قدامنا. ان شاء الله اهو المستهدف النهائي اللي هم متوقعينه 170 زي ما انتوا شايفين. السعر الحالي 98 66. ان شاء الله يكون في ريباوند كبير قوي خلال جلسة الغد، او في خلال اول ايام الاسبوع القادم ان شاء الله يكون في ارتدادة من المستويات اللي هو واقف عليها، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.